السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة، بالنسبة لعلبة التروس ديت خاصة بعزاء يدوي، لسه جاي النهاردة. يعتبر أول مرة أحل فيها. هي نازلة بقالها كام سنة، بس ما صادفش إن أنا أحلها، ولكن اكتشفنا إنها ملهاش قطع غيار. سألنا على التروس وسألنا عن بعض بلي، حتى البلي مختلف. المفروض علبة التروس القديمة، الشغل القديم، المفروض 6204 ديت 6005، وبري غير موجود. زائد في بلي شعر برضو مش موجود. زائد في بلي شعر كبير برضو مش موجود. زائد عيوب خاصة بالتروس والليلة ديت. ده المفروض ترس مناول، اللي هو بياخد من الحركة الأساسية اللي هي حركة عمود الكرنك، ماشي، وبيدي لترس نقل مباشر. المفروض الترس بيتحرك ما بين الترسين، يفصل الحركة ويركب تاني عن طريق فولة غيارات. زائد ان هي ليها اتنين غيارات، اول وتاني، يعتبر سريع وتاني سريع وبطيء، مختلفة اختلاف كامل. زائد ان نرجع للعيوب. العيوب ان التروس ما تستحملش الشغل اللي الخاص بالعزال اليدوي دي. السنون ضعيفة مش مستحملة، السن من الداخل برضو ضعيفة. اما عن الموتور يعتبر واحد، الموديلات واحدة، يعني ممكن يتشال ويتحط على علبة تروس تاني او فتيس كامل تاني، مفيش اي مشكلة. بالنسبة للكورونا برضو تشتغل عادي على اي علبة تروس. اما بالنسبة لعلبة التروس ففي اختلاف يعتبر 100%، مختلفة اختلاف كامل. طبعا هنشوف الفرق. علبة التروس دي يعتبر قطعة واحدة، انما العلبة ديت يعتبر قطعتين، شاملة منطقة الكرسي اللي في الوسط او اللي في الوسط، البلية بتاعت عمود اللي شايل اللي شغال من عن طريق الديسك او القانونة الديسك والدبرياش، وطالع من ورا. ده يعتبر فولة الغيارات الأولانية غير فولة الغيارات الداخلية، يعني 2 فولة غيار كده، 2 فولة غيار، اختلاف كامل. ده يعتبر النص التاني، المفروض ده يبقى علبة واحدة، لا، العلبة ديت يعتبر نصين. زائد ان الترس حاولنا ان احنا نغيره او نشوف بديل ليه، مش موجود بديل ليه، رغم ان العزاء دي نازلة، النوعية دي نازلة بقالها كام سنة. والاهم يا جماعة ان في بيلي مش موجود، تروس مش موجودة، تروس ما تستحملش. يعني يعتبر جاي هو بسبب ان بتاخد الغير الاولاني وتيجي تضغط تغير على الغير التاني، يا دوبك بتشبك الغيار 2 متر وتقوم فلتة الغيار تاني، ترد الغيار وتفصل الغيار من نفسها.
الأهم من الليلة دي عشان بننصح إخواتنا في أي مكان، سواء في مصر أو في أي دولة، ملهاش قطع غيار. وقبل ما تجيب أي معدة اسأل على قطع غيارها موجودة ولا مش موجودة. واحنا بننصح ناس كتير يا جماعة، في اللي بيقبل وفي اللي ما بيقبلش، وبيقبل النصيحة. أما اللي ما بيقبلش النصيحة يعتبر بالمعنى كده بيدخل في دوامة كبيرة. يعتبر اللي جاب العزاء ديت او صاحب العزاء ديت يعتبر هيغير فتيس كامل كامل، بسبب انه اشترى معدة ما يعرفش ان كان ليها قطع غيار او ملهاش قطع غيار، رغم ان هي نازلة حديثة بس لكن بقالها كام سنة. وبرضه